لئن كان المصاب الفادح الذي نزل بالمملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية والعربية بغياب جلالة الملك خالد بن عبد العزيز يرحمه الله يجل عن كل عزاء ويسمو عن كل مواساة، فعزاؤنا أن تلك إرادة الله تعالى ولا راد لما أراد الله، وأن الموت حق آذن به الخالق عباده ووعدهم بأن يلقوا في رحابه ما هم أهل له بقدر ما صنعوا وآتوا في دنياهم. أتوجه إلى كل فرد من أفراد الشعب العربي السعودي الوفي بالعزاء في فقيده الغالي، فقد كان الملك خالد رحمه الله أبا وأخا لنا جميعا، منحنا الحب والإخلاص والتفرغ لخدمتنا والاهتمام بشؤوننا، وقدم الكثير للعرب والمسلمين مبتغيا من ذلك وجه الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته. ومحبتنا للفقيد توجب علينا أن نواصل مسيرته ونسعى لتحقيق آماله وإكمال خطته، متمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نبتغي إلا رفعة شأن العرب والمسلمين وتحقيق الازدهار لهذا الوطن الكريم. وإذا هذه المصيبة التي أصابت قلوب المسلمين عامة وهذه الأمة خاصة، ليس لنا إلا الصبر على قضاء الله والاحتساب والتوجه إلى الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكن في جناته. ونقول ما أمرنا الله به عند وقوع المصيبة: حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.